والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. وبالتالي يحل داخليا. تفضل حضرتك. محمد محي يا فندم، تلفزيون نهار. سؤالي هرجع لو سمحت للوضع المحلي. ماذا بعد تفويض الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب؟ البعض يتوقع أن يكون هناك مثلا فرض حالة الطوارئ، أو سيكون هناك فرض الاعتصامات الموجودة في عدد من ميادين مصر. نقطة أخرى تتعلق يا فندم بطريقة التعامل الأمني مع ما حدث عند المنصة. شفنا أحداث قبل كده كتير زي محمد محمود، مجلس الوزراء كوبري أكتوبر أكتر من مرة من عدد من صغار السن أو من بلاك بلوك، وكذلك كورنيش النيل، ولم يكن التعامل الأمني بالطريقة التي شاهدناها. لماذا التعامل الأمني مختلف خاصة مع مؤيدي الرئيس السابق؟ أحداث المنصة كلها أمام القضاء وأمام النيابة العامة، وتسأل النيابة العامة وزارة الداخلية حول أي معلومات تخص هذا الصدد. الرئاسة المصرية واضحة أن الكل مواطنون، وأن من يخرج على القانون مصيره. تفضل.